تنظيم الإخوان الخليجي وسر هجومه على داعش والتغاضي عن جبهة النصرة. منذ قيام ما يسمى بدولة العراق والشام، داعش سنة 1426 تقريبا، وكان المعروف عنهم تكفير وقتل كل من يخالفهم، بما في ذلك تفجير المنشآت والأسواق والمجمعات السكنية في دولة العراق. ومع ذلك كانت تأتيهم التبرعات والتزكيات من قبل مشايخ تنظيم الإخوان المسلمين في الخليج، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. واستمر موقف التنظيم الإخوان المسلمين في دعم داعش حتى تاريخ 1434 15/9، حيث أشاد الدكتور إبراهيم الفارس بما قامت به داعش من تحرير الخوارج من سجن أبو غريب في العراق، ثم ما لبث إلا أن طعن في السلفيين لأنهم لم يشاركوه الفرح بما قامت به داعش. وأما عبد الله الداود فقد اعتبر ذلك فرصة للفرح ولتبرير شفرات ورسائل خبيثة. وهذا عبد الله المحيسني أيضا ابتهج فرحا بما قامت به داعش. وهذا سليمان الألوان يعتبر ما قامت به داعش يفرح كل مؤمن ويغيظ المنافقين. أما الازدواجي موسى الغنامي فقد كان من أشد الفرحين والمنافحين عن داعش، حتى أحمد الخضير ابن عضو هيئة كبار العلماء كان فرحا بما قامت به داعش. وأما محمود العمري فهو من أشد المعجبين بقيادة داعش وبما تقوم به. وأما شافي العجمي فقد كان مدافعا عن داعش ومنكرا أي ارتباط لها بإيران. وفي يوم الجمعة الموافق 15/7/1434 تقريبا، أعلن الشافي العجمي أن جمعه للتبرعات سيكون لشراء الأسلحة والصواريخ لدعم إصابات تنظيم القاعدة. والسلاح الذي سنشتريه سنبحث عن الصواريخ ونشتريها، وسنبحث عن مضاد الطيران ونشتريه، وسنبحث عن القنابل ونشتريها، ونبحث عن الRPG ونشتريه، واشتريناه وسنشتريه. وأي نظام أي دولة تمانعنا فسنعلن أن هذه الدول التي تمنع شراء السلاح لسوريا هي دول متآمرة وخائنة، وسيأتي اليوم التي تسقط فيه هذه الدول كما سقط النظام السوري. السلاح الذي يريده المجاهدون أولا صواريخ حرارية والصواريخ الموجهة. وللأسف الكبير كانت هذه النتيجة رغم تحذير وزارة الداخلية وتحذير سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان من جمع التبرعات العشوائية ومن تنظيم القاعدة. وبعد مضي أقل من شهر على تفاؤل وثناء بعض رموز تنظيم الإخوان في الخليج على داعش وما تقوم به، تغير الموقف من داعش وأصبحت العدو الذي يجب الحذر منه. وما الإخوان إلا حزب علماني بعباءة إسلامية، بل هم أشر وأخبث العلمانيين، حزب يعبدون الكراسي والبرلمانات، فقد وسعهم الجهاد والموت في سبيل الديمقراطية، ولم يسعهم الجهاد والقتل في سبيل الله. وإن هذا الكفر الذي وقع فيه حزب الإخوان وأوقع الناس فيه هو من جراء طاعة الكفرة من الذين أوتوا الكتاب من أمريكا والغرب. وإلى التبرؤ من مرسي وحزبه والصدع بردته وكفاك تلبيسا على المسلمين. نعم، مرسي المرتد الطاغوت الذي خرج بنفسه على رأس جيشه إلى سيناء، لا لحرب اليهود بل لحرب المجاهدين الموحدين هناك، فدك بطائراته ودباباته بيوتهم وبيوت المسلمين. نعم، ذلك الطاغوت الذي من شدة حقده على المجاهدين الموحدين عين قاضيا نصرانيا صليبيا ليحكم على من أسر منه. والله رسالة نقول أول شيء طواغيت المصريين ورأسهم المجرم الأكبر هذا مرسي. والله العظيم أنت أكثر مجرم طاغوت. ليش؟ لأنك أنت أكثر واحد تستر في الدين،
والعوام غلاب العوام يقول لك هذا مرسي وحافظ القرآن ويخطب بينا يوم الجمعة يصلي يوم الجمعة، ولكن بإذن الله عز وجل بإذن الله مفخات بدم في مصر، وبإذن الله ما ينتهين الله أن يمسح المرتدين من على وجه الأرض بإذن الله عز وجل، خاصة نوغية مصر، والله العظيم يعلم الله عز وجل. بعد ذلك بدأت الحملة الإخوانية ولأول مرة نصرة لمرسي ولتنظيم الإخوان المسلمين، وكانت في 15/12/1434 حيث أعلن سعد الحميد التشكيك في تنظيم القاعدة، ثم تابعه موسى الغنامي والذي اعترف لأول مرة أن المشايخ كانوا يحاولون تآلف داعش بالأموال والتزكيات وبسكوت عن جرائمهم. ثم لبث موسى الغنامي أن يوقظ نفسه بعد أن ابتهج بما قامت به داعش من تحرير الخوارج من سجن أبو غريب، حيث وصف داعش بالخوارج وما قامت به من إخراج السجناء من سجن أبو غريب. ثم هتف شافي العجمي محذرا من داعش بعد أن كان مدافعا عنهم، ولحقهم بذلك حمود العمري. أما جبهة النصرة فهي لم تكن داخلة في هذا التحذير، وأعيد ذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن جبهة النصرة تسير وفق المخطط الإخواني في المنطقة. الأمر الثاني أنها لم تكفر تنظيم الإخوان المسلمين ولا مرسي. الأمر الثالث أن جبهة النصرة لها بيعة لأيمن الظواهري، ولا تربطه علاقة كبيرة بجماعة الإخوان المسلمين وبمحمد مرسي، وإليكم الدليل. وأقول هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله، فإننا نبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره والهجرة والجهاد، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان. وهنا موقف قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري من مرسي. أنا هنا أرى من الإنصاف أن أشكر الدكتور محمد مرسي على تصريحه الشجاع بأنه سيسعى لإعادة الدكتور عمر عبد الرحمن لمصر، فأسأل الله سبحانه أن يوفقه للإخلاص والصدق في ذلك، وأن يلقي في قلبه الشجاعة واليقين حتى يجهر بالحق كاملا. وختاما، هل علم الجميع لماذا شن التنظيم لإخوان المسلمين الحملة ضد داعش وترك جبهة النصرة، مع أن الجميع خوارج مخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة؟ وبيان وزارة الداخلية لم يفرق بين هذه الجماعات الإرهابية. وإذ تعلن وزارة الداخلية ذلك لترفق بهذا القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات التي يشملها هذا البيان، وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق، داعش، جبهة النصرة، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الحوثي. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.